بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المقطع كنسجله بخصوص واحد الصورة انتشرت البارح واليوم. الصورة ديالي مع واحد الصديق صاحب صالون الحلاقة، كان طلب مني نزورو. ملي مشيت نزورو في المحل ديالو قال لي جلس نحسن لك، حسن لي شعري، ومن بعد جاب واحد المادة كريمة سوداء كحلة، قال لي غنديرها لك في وجهك، هذه كتصفي الوجه، كتنظف الوجه وكذا. قلت له صافي. يوم اللي ملي هذه المادة هذا الماسك القناع الأسود كيقولوا له، عمل معايا عملنا السيلفي. انا قلت غادي يحتفظ به، ما غينشروش، يعني ما ظنيتش انه غينشرو في الفيسبوك، ولكن هو نشرو. فما نشر هذه الصورة هذه في الفيسبوك، خداوها بعض الصفحات وعاودوا نشروها. ايوا، واللي كيقولوا المصريين ما تشوف عيونك الا النور، كل واحد كيفاش كيعبر، وخصوصا بعض الصفحات يعني نشروها وعاملين عليها شي تعليق، يعني شي كلام على هذه الصورة بنية الإساءة. والحمد لله الناس في التعليقات كيعرفوا بأن بعقلهم. فين كاين المشكل؟ واحد في الصالون الحلاقة عامل الماسك او هذا القناع الاسود عامله في وجهه، هذه الكريمه هذه، فين كاين المشكل؟ فاهم؟ اولا احنا ضد اي حاجه مزيانه. انتشرت هذه الصوره هذه وكثير من الاخوه يعني راسلوني في الواتساب كيقول لي شوف الصوره، مصورين لي بعض الصفحات، وخصوصا بعض الصفحات اللي هما سباق لهم صفحات في الفيسبوك، سباق لهم طلبوا مني انني نعمل معاهم لايف ورفضت. فمن ديك الساعه هما يزين العداوه، اي حاجه شي صوره كينشروها بنيه الاساءه. خصوصا واحد الصفحه مولاها الله يهديه مريض نفسيا، ناشر الصوره ديالي في الصفحه ديالي، في صفحه هي صفحه اخباريه، وكاتب حلل وناقش. شحال حلل وناقش؟ رضوان في الصالون د الحلاقه مع الحلاق مصور داير له الماسك تهلا فيه، ولو ان ديك الحلاق ما كخصوش ينشرها، يستأذن، ولكن دابا هو نشرها. فين كاين المشكل؟ حلل وناقش. هو كيبغي يقول لهم اجماع ديك الحمق في التعليقات وكذا. اما العقلاء كيكتبوا الكلام مزيان. انا قريت ديك الكلام ديالو. وهذه الصفحه هذه نشرت صوره ديال حلل وناقش، وقبل منها نشرت واحد الصوره واحد الخيمه في القيطون في تارغه، في شاطئ تارغه، وكاتبين خيمه رضوان بن عبد السلام. وعلاش الكذوب؟ انا ما عندي بو خيمه في تارغه، ولكن هكذا. وكثير من علاش اما نعمل معايا لايف في الصفحه، ولا انت ماشي مزيان، ولا نسيء اليك. وانا لا اهتم بهؤلاء ولا بالتعليقات ديالهم، ولا انا الحمد لله ارى يعني ثمره في الواقع. الناس كيتلاقاونا وفرحانين ويسلموا ويشكروا ويشجعوني، الله يجازيهم بخير في الواقع. اما التعليقات كيبقاو في الفيسبوك، لانني على طول المده، وهاد الفيديوز اللي انتشروا بزاف، واللقاءات ديالي مع الناس وكذا، والسفر عبر كثير من المدن وفي الشوارع والمدينه ديالي ولا طنجه او غيرها، فيما كنمشي الحمد لله الناس كيتلقاونا بالترحيب والشكر والثناء، جزاهم الله خيرا. ولكن ما كيتلاقاونيش هاد المنتقدين. واش هما ساكنين في الفيسبوك؟ ما كيخرجوش للشارع يتلاقاوني مباشره ويتكلموا معايا؟ لا. هذه طبيعه، يعني هذه طبيعه المواقع التواصل. إذا قال شي واحد شي حاجة مزيانة، نسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يهدينا إلى الخير. وهذه القصة هذه الصورة هذه، واش ما نعملوش الماسك؟ حنا نعملوا الماسك. وكثير من المرات يعني بعض الناس بحال اللي نقول يعني هما طبعوا على كره أي حاجة مزيانة. فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. وشكرا للناس اللي كيتواصلوا معايا عبر الصفحة ديالي رضوان بن عبد السلام الرسمية. ما عنديش شي واحدة أخرى، هذه هي الصفحة ديالي اللي فيها أكثر من 350 ألف متابع، هذه الصفحة الرسمية. أما آخرين الصفحات كاملين مزورين، محبي الشيخ رضوان بن عبد السلام، هذه صفحة مزورة ولا غيرها، هذو كاملين مزورين وكينشروا المسائل ديالهم، وديك الشيء كامل مخربق ماشي ديالي. أما أنا ديالي معروفة، هي هذه اللي كنتكلم معكم فيها وكنشر فيها دائما، اللي فيها يعني كنعمل منها اللايف. وهذا الشيء اللي كاين. جزاكم الله خيرا، وشكرا على التواصل والدعاء والثناء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.